زهقتِ بقى من كل الطرق التقليدية اللي كلنا كنا متعودين عليها باللحمة المفرومة؟ تعالي بقى معايا وأنا أقول لِك على طريقة هتبهري بيها البيت كله، وهتكون بالنسبة لِك إدمان، طريقة تحفة جدًا، وهتعمليها بنص كيلو من اللحمة المفرومة، وهتشرفِك في عزومات رمضان. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة معايا أنا هاحتاج نص كيلو من اللحمة المفرومة وعليها معلقة من اللي هي المفرومة وتكون ناعمة جدًا، وهاحتاج كمان معايا بصلاية حجمها وسط مبشورة ناعم جدًا ومتصفية المَيّة منها، وهاحتاج كمان بطاطساية حجمها وسط أبشرها ناعم، وبعد كده هاخدها أصفيها من المَيّة تمامًا وأحطها معايا على اللحم. البهارات بتاعتي بقى عبارة عن إيه؟ بابريكا وملح وفلفل و7 بهارات، معلقة صغيرة من كل البهارات ديّة، الملح بقى دوّة بتاعِك أنتِ اللي تحدّقي بيه الأكل بتاعِك، وهاحتاج بقى المعلقة الخطيرة اللي هتودّي الطعم في حتّة تانية خالص، معلقتين من خلطة البرجر اللي أنتم شايفينها ديّة، دي بتودّي الطعم في حتّة تانية تمامًا، هاحتاجهم وبعد كده بقى أعجنهم بإيدي وبعد كده آخدهم وأضربهم في الكبة لحد ما ينعموا معايا خالص، شايفين الخليط ناعم معايا تمامًا. بعد كده بقى هاحتاج معلقة صغيرة من البيكنج باودر وهاحتاج معلقة من الدقيق، واعجن كل ده كده ببعضه لحد ما كله كده يخش في بعضه كده معايا، والعجينة بتاعتي تبقى زي ما انتم شايفين كده ناعمة وطرية بس مش بتلزق. اخدها بقى واسيبها معايا ترتاح شوية، واجيب بقى بصلتين كده حجمهم كبار متقطعين جوانح، واجيب الطاسة بتاعتي واحط حبة من الزيت، يسخن الزيت انزل معايا بالبصل المتقطع جوانح وعليهم معلقة كبيرة من السكر، واقلب كل ده لحد ما البصل يتكرمل معايا زي ما انتم شايفين كده. انزل بقى بمعلقتين من المايونيز، معلقتين كده كبار ومحترمين من المايونيز، واقلب كل ده وبعد كده اقفل عليه النار. اجيب بقى اي صينيه عندي تكون ما بتلزقش، واجيب معايا اللحمه اقطعها لجزئين، اخد اول جزء كده ابططه معايا في الصينيه بتاعتي. انا مش دهنه الصينيه حاجه، بس انا وانا بفرد اللحمه بتاعتي حطيت عليها حبه من الزيت وفردت بقى اللحمه بتاعتي اتفردت معايا اهو. انزل بقى معايا بالبصل المتكرمل بالمايونيز، وعليه كمان رشه محترمه من الجبنه الموتزاريلا، وكتري بقى زي ما انتوا عارفيني انا في الجبنه الموتزاريلا ما عنديش يوم مرحميني، كتري بقى. انا كترت وحطيت حبه كمان من الجبنه تشيدر، وبعد كده جبت اللحمه بتاعتي الجزء التاني وفردته عليه. بس بصي علشان تبقى سهله عليكي متغلطيش غلطتي، انا فردتها على طول فوق الصينيه. ممكن انت بقى تجيبي كيس تلاجة وتفرديها عليه وبعد كده تاخديه وتحطيه معاكي فوق الصينيه، وبططي بقى اللحمه بتاعتك لحد ما تتفرد والجبنه الموتزاريلا تحت ما تبانش معاكي خالص زي ما انتوا شايفين كده. زينيها بقى معاكي بقطع من الطماطم، قطع من الفلفل، اي حاجه، وغطيها بقى بورق الفويل بتاعك ودخليها معاكي الفرن في ثواني بتكون خلصانه، بتقعد ربع ساعه بالظبط. وطلعت معايا، شلت معايا ورقه الفويل بتاعتي، وجبت معايا بقى شايفين بقى كل اللي نازل منها ده، جبت الفرشة بقى ودهنته بقى من فوق الوش كده، ودخلتها تاني الفرن بتاعي لحد ما خدت اللون الخطير الرهيب ده. شايفين شكلها وريحتها خطيرة، خدتها كده بقى وقطعتها، شايفين رهيبة جميلة جدا. بصوا ما هتعملوها هتعجب البيت كله ومش هيبطلوا يطلبوها منكم، خطيرة وجميلة. شايفين البصل المتكرمل من قلبها مع الجبنة الموتزاريلا، شايفين الشكل عامل ازاي؟ الشكل بيتكلم عن نفسه. جربوها وقولولي رأيكم ايه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوليش في اللايك والشير والكومنتات، ودعوة حلوة كده من القلب، وربنا يحسن ما بين ايديكم.